اتفضلي. ماشي. انا دلوقتي انا بقى لي تقريبا 3 سنين متجوزه، ومن اول ما اتجوزت والدتي عامله مشاكل، وكل يوم مشاكل مشاكل مشاكل، وانا مش عارفه اعمل لها ايه وارضيها ازاي. عامله مشاكل مع مين بالظبط؟ بتعمل لي انا مشاكل، وجت هنا عند الجماعه في ام هنا ماما اللي هي كان نفسها ومن عينها انها تجوز حضرتك، والحمد ما لله هي انت اتجوزتي. لحظه واحده. والحمد لله انت اتجوزتي من 3 سنين. انا اقدر اعرف ماما بتعمل لك انت يا زوجه يا مستقله مشاكل من اي نوع؟ يعني هل يعني هي مثلا يا فندم من اول ما اتجوزت زعلانه ان انا مثلا ما بروح لهاش او اعمل لها حاجه، وانا بروح. انا شايفه يعني إن أنا بروح. لحظه، اصل الصوت عندي مش حلو عندي، كل المشاهدين يسمعوه، انا ممكن ما اسمعش كويس، فما تتهمنيش انا بان انا وداني فيها حاجه. لا، انا عندي الصوت ساعات ممكن يبقى مش واضح. انا بس بسأل من فضلك، بتعمل لك مشاكل؟ هل اللي انا سمعته ده صحيح انها بتقول لك ما أيوة. بتجينيش ما بتزورنيش؟ هي شايفه كده، بس انا شايفه ان انا بروح لها. وغير كده وكده مثلا، يعني هي دلوقتي سابت القليوبيه خالص، راحت مكان تاني بعيد جدا، وبرضه عايزاني اروح، ومفكره ان انا مثلا بروح اقعد في البيت او اقعد من وراها. انا معايا مفتاح. انت خلفتي يا ام هنا؟ انت خلفتي يا ام هنا؟ معايا هنا. ربنا يبارك لك فيها. في حد تاني جه ولا ما بقالهاش اخ لسه؟ لا لسه. وجوزك شغال في مصر ولا مسافر؟ لا شغال في مصر. شغال في مصر وبتحبيه طبعا جدا. الحمد لله. هو أنا استني بس هقول لك ليه. استني، هو انا بلطش؟ هو انا مش داري بقول ايه؟ ما هو انت عشان بتحبيه قوي عايز امك تموت الصبح. لا والله اسمعي بس، خلي ربنا هيتوفانا ربنا هيتوفانا ويسألنا. ما هو لو في مشاكل بينك وبين جوزك، او لو ما انتش طايقاه، كنت كل دقيقتين 2 هتقولي ايه؟ ماما وحشتني، اروح لماما، ماما عيانه، عايزه تفك منه، عايزه ترتاحي والله من لو هي خلقته. عيانه انا بروح لها. حبيبتي انا بقول على غيرك وعلى الدنيا كلها، انا لا بتهمك ولا حاجه، انا بقول ان عندنا حالات بتقول كذا. وسالتك السؤال، احنا عشان ربنا كرمنا وخلفنا وبنحب الراجل، ماما دي المفروض حد يولع فيها بالنيابه عنا ويريحنا. طبعا انت مش بتقولي كده يا ام هنا، اسمعيني، فهمي. والله انا ما بكلمك قدرتش. بما يرضي الله. المشكله ماشي بقى. لا بطلوا ابوس ايديكم يا رب، بطلوا احكي بما يرضي الله دي الا لما تعرفوا الاول فقه الاساليب، عشان تعرفوا ايه اللي يرضي الله وايه اللي ما يرضيهوش. هو كل واحد يقابلني انا يقول لي ازهريه على فكره. استني يا حبيبتي، استني يا حبيبتي. لو بما يرضي الله هتبقي شراب، مش عايز اقول كلمه تانية، شراب في رجل والدتك، ده اللي يرضي الله. وواحد مره شال امه ايام النبي عليه الصلاه والسلام وقال له والله انا شلت امي، يا اسمعيني ثانيه، قال له انا شلت امي يا رسول الله في يوم شديد الحراره بحيث لو وضعت. توفيها طلقه. طب ما يعني ما كملش الحديث براحتك. لا انا بقول لحضرتك بس. طب هكمله، ده فاضل ربع سطر يا فندم، ده ربع سطر. قال له يا رسول الله انا شلت امي في يوم مولع، لو حطيت حته لحمه على حجر تستوي من غير نار، مش كده ابقى معليش حاجه ليها؟ فماذا قال عليه الصلاه والسلام؟ قال لعل ذلك يعدل طلقه واحده يوم ولدتك. اللي انت عملته ده ممكن يساوي طلقه من طلقات الولاده، يعني مش هتوفي امك عمرك حقها. بس احنا عندنا العيال عشان عندهم ثقافه اسمها ثقافه الجحود، فعايزين يبقوا كده. يا ام هنا انا ما سالتكيش هي امك غيرت المكان ليه؟ ممكن امك تكون مضطره. لا هي كانت هتغيره من قبل ما انا اتجوز، بس الظروف اتيحت بعد ما انا اتجوزت. طب هسألك سؤال لله، استني بس. هسألك سؤال لله وانا متأكد انك محترمة وهتقولي لي ان شاء الله لا. هل ماما غيرت المكان عشان تشحتفك وتشحتتك وراها؟ اتفضلي جاوبي. لا. بس خلاص روحي لها. وبعدين اذا كان ابننا اللي واخد حضرتك الله يديله الصحة والعافية وكل شباب الام متفاهم وراجل جميل، انت تقعدي معاه بالنعناعة بتاعتي دي وتقول له ماما دي هي لو انت مبسوط مني قرات فتتبسط منها 24، لان هي اللي شالتني لك ورضعتني وكبرتني عشانك. فدي هو ما بيقولش حاجه والله. بقى معلش ما انا بقول لك يعني، فابعد عن امي واقول انا بعاملها بما يرضي الله. امي نفسها تشوفني، هي عايزه ماما منك ايه؟ ولما تروحي لها ارمي الشنطه وتشملي واغسلي لها اي حاجه وروقيها، هتفرحيها. ده ما كانتش هي اللي تقول لك اوعي اقعدي شوفي بنتك هنا يا واد هات لها 3 اكياس، مش عايز اقولها عشان ما يبقاش دعايه واعلان على الهوا مجانا، هات لها يا واد اوتو كوتو بوتو من الدكانه. ما فيش حاجه اسمها اوتو كوتو بوتو، كويس؟
وتجيب لي بنتك وتكرمك وتشيل بنتك وتفرح بيكي. الدنيا جميله جدا. خدي اجازه والراجل يسمح تباتي معاها، تقر عينها حتى ولو يوم في الشهر. الله يرضى عليكي، كتر خيرك، نورتيني.